الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونلم حسنات حلوة كتير. صباحكم زي الفل، عاملين إيه؟ مساكوا زي الفل. بصوا بقى، أنا البنات لما بتبعت لي مشاكل ببعتها لنفسي على رقم تاني أو على الواتساب عادي جدا، بتعرفي تبعتي لنفسك على الواتساب، فهقولها معاكم تمام. فده رقمي بتاع فودافون كاش تمام. فأنا حطاه. بصوا بقى، عندي مشاكل كتيرة جدا وهحاول معاكم واحدة واحدة، واللي عندها نفس المشكلة وحاولت تحلها أو حلتها بالفعل تشاركنا حلها تحت في تعليقاتنا يا جماعه، علشان البنات تستفاد من بعض. بجد بجد الفيديوهات اللي بنعملها فضفضه وبتيجي بنوته مثلا تقول رايها، بجد البنات بتقرا التعليقات، اللي بتبقى صاحبه المشكله بتقرا التعليقات وبتشوف التعليقات، فبتبقى مبسوطه جدا بالتعليقات دي وبتاخد منها افكار حلوه وبتحل مشكلتها. فنساعد بعضينا وربنا يعيننا يا رب يا رب العالمين، يا رب العالمين، امين يا رب. بصوا بقى، بصوا اول حاجه مشاكل بيت العيله اللي ما بتكترش، اللي ما بتقلش، اللي ما فيش اكتر منها في الدنيا ومشاكلها، وتقريبا يا جماعه هي نفس المشاكل. يعني 1 2 بيت عيله، عارفين اللي هو الف ب بيت عيله مكتوبين كده يعني احنا لو عملنا كتاب، انا لو جيت انا كاسماء عملت كتاب عن مشاكل بيت العيله هنلاقيها 1 2 3 هي ما بتتغيرش، سبحان الله. بصوا بقى، المشكله دي مشكله ازليه وناس كتير عندها. سلفتي بتعايرني ان عندي بنتين وهي عندها ولدين، وبتقول لي كلام يوجع قوي. يعني لو قلت للبنات ما تلعبوش مع اولاد عمكم علشان هم يا اسماء سنهم اكبر وبيتغابوا عليهم، تقعد تقول ما بتلعبش بناتها مع اولادي الصبيان، خايفه عليهم، وهو احنا خلاص هنعري عرضنا، خلاص العيال مش ماسكين نفسهم، هيبهدلوا ولاد عمهم. تمام، لمي معيزك يا اختي في شقتك واحبسيهم، ما تجيش تقولي تنزليهم بعد كده تقولي ايه ما يلعبوش معاهم. تمام، وتقول لحماتي انا ام رجاله واخرج واروح عند اهلي براحتي، الدور والباقي على ام البنات، هتخرج ازاي وهي معاها 2 وهي تالتهم؟ تقول لي اسماء يعني بتسخن حماتي عليا ان انا ما اروحش عند بيت اهلي، اللي هو هي ام رجاله وطالعه مع رجلين وانا ام بنات وهطلع مع بنتين. فبتقول لي الموضوع ده مسبب لي ازمه، ومفيش قاعده او مجلس الا ايه تحاول ان هي تبين للناس ان هي ام الصبيان وانا ام البنات. مبدئيا هي غبيه قوي. يعني ايه الغباوه دي؟ انت بنت، انت بنت، ايه الوحشه في انك بنت؟ ده ربنا سبحانه وتعالى عمل سوره في القران الكريم اسمها النساء، ما عملش سوره اسمها الرجال. يعني ربنا اكرم حواء كرم كبير. فدي غباوه، ده من الناس بتوع الجاهليه، بتوع زمان ايام الجهل وايام الجاهليه. انت لما بتقولك كده ليه بجد يا جماعه؟ ليه ما بتتكلموش؟ بصوا، انا واحده من الناس اكتشفت ان لما تسكتي هتخلي البني ادم الظالم يفتكر ان هو صح على قفاكي، وهيفتكر ان ده حق مكتسب ان هو يذلك ويعايرك ويبهدلك ويضايقك ويقول ويعيد. اكتشفت ان انت لما تردي وتاخدي حقك في وقتها غير لما تقعدي طول الليل تهري وتنكتي في نفسك وتقولي انا ما قلتلهاش كده ليه، انا ما عملتش كده ليه. حبيبتي، بدل ما انت بتسيبي حقك وتيجي بالليل تدوري المشكله والخناقه في دماغك والكلام يطلع، لا دوريها في نفس الوقت، دوريها في القعده، قولي زي ما هي غلطت انت غلطي، زي ما هي قالت انت قولي، كلمه قصاد كلمه، قلم قصاد قلم. فاهمين الدنيا جايه ازاي؟ يعني تيجي تقول لك مثلا يموا البنات ومش عارف ايه، قول لها يا اختي اللي في مثل كده يقول لك ايه، ده اللي ضحك لها زمانها اللي جابت بناتها قبل صبيانها، بكره دول اللي هيشيلوني ويخلي بالهم مني، وبكره بنات ولادك انت هيتجوزوا ولا هيسالوا فيكي. البت اللي بتجيب الواد لامها بتجيب العريس لامها، يعني الواحده لما بتتجوز بتجيب جوزها وعيالها وتروح لامها. فاهمين؟ الولد هيروح مع مراته عند امها. انتوا متخيلين؟ البنات حنينه، البنات حلوه. وبعدين يا اختي ربنا كرمني ب2 هخش بيهم الجنه، خليك انت في الولدين بتوعك اللي انت عماله تعايري غيرك بان عنده بنات، مع ان ربنا هيكرمني ويدخلني الجنه بيهم وانت خليكي في نارك لوحدك. ردوا يا جماعه. وانت لما تقول لحماتك مثلا انا اروح بيت ابويا براحتي على كيف، انا معايا ولدين يحموني وهي هتضر والباقي على اللي معاها بنات، قولي لها ليه وانا كنت طول عمري ماشيه بحمى ولا حامي الحمى زي عيالك؟ هو انت ما بتعرفيش تمشي في الشارع لوحدك؟ طول عمرك بتخافي وكل الناس بتحط عليك، عشان كده خلفتي ولدين واخداهم ورايحه جايه بيهم. انا طول عمري بروح وباجي وعارفين انا بنت مين، محدش يقدر يرفع عينه فيا. اهم حاجه في الليله يا جماعه ان انت تبقي عارفه دنيتك ايه. يا جماعه ما فيش حد طالع من الارض كده، يعني نادرا قله قليله ربنا يكفينا شرهم، اللي ما لهمش مثلا اهل او اصل او فصل او مش عارفه بيسموهم ولاد ايه، بيسموهم ولاد حرام. بس دول مش في مجتمعنا اللي احنا عايشين فيه. احنا في مجتمع شرقي شويه، الحاجات دي في مجتمعات تانية بعيد عننا، ربنا يكفينا شرها يا رب. العشوائيات والحاجات اللي ابتدت ان هي الحمد لله، يعني الدوله بتحاول ان هي تشيل العشوائيات دي. فانت ليكي ناس وليكي اهل، انت مش مقطوعه. جوزك مش عاجبه تطلقي واشتغلي وخلي بالك من عيالك، والله العظيم. انت ليه شايله الهم يا اسماء؟ المجتمع بقى فيه بنات كتير قوي متطلقه بسبب النقطه دي. لا، بقى في المجتمع بنات كتير متطلقه بسبب الدلع، بسبب الدلع، بسبب ان البنت مش قادره تشيل الزوج والزوج مش قادر يشيل البنت.
الست دلعت ابنها كراجل ان هو ما يشيلش مسؤوليه بيته، والامهات دلعت بناتها ان هي ما تشيلش مسؤوليتها. في امهات بتسيب بناتها وتقول لها استحملي، وفي بنات امهاتها من اول ما البنت بتدخل البيت اوعي حماتك تتحكم فيكي، اوعي حماتك تذبح لك القطه، اوعي تطيلها، اوعي تسمعي كلامها. البنت بتبقى داخله البيت كارهه حماتها من غير ما تعمل لها حاجه، حتى لو حماتها طيبه وبتشيل لها عيالها وبتشيل لها حالها وواقفه جنبيها برضه كرهاها، لان امها فهمتها ان انت لازم تكرهي حماتك. اللي هو ايه، ما تخليهاش تتحكم فيكي، ما تخليهاش تعمل فيكي مش عارف ايه، ما تخليهاش تتكلم كلمه زياده في بيتك، ما تخليهاش تعمل حاجه في بيتك. والولد امه بتبقى مفهماه اوعى البنت تذبح لك القطه تذبح لها القطه، اوعى تقول لك ودينا عند امي توديها، اوعى تقول لك وديني للدكتور توديها، دي بتدلع بتتمرع. بدل ما انت تقولي لابنك راعي ربنا في بنات الناس، وانت تقولي لبنتك دول اهلك الجداد راعي ربنا فيهم، يا جماعه الدنيا هتبقى حلوه. لكن بقينا الوصايا العشر اللي هو ايه، اوعي 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 اوعي، حماتك تقول لك ما تسمعيش، جوزك يقول لك ما تسمعيش، بدل ما انت تقولي لده خلي بالك من بنات الناس، وتقولي لبنتك خلي بالك من جوزك وهو جوزك وخلي بالك منه والكلام ده كله. لا بقينا في زمن غريب الصراحه. السلايف دي غلطه برضه، غلطه جوزك ان هو بيسمع شتمته بودنه وبيسكت ويقول لك اصل كلام حريم. لا، انت تروح لاخوك توقفوا عند حد هو ومراته، بعد اذنك ما حدش يتكلم على بناتي نص كلمه، ما حدش يتكلم على بناتي نص كلمه. لا مراتك طول النهار تقول انا معايا اولاد ولا معايا بنات، خليك في حالك يا اخويا وخليني في حالي طالما هي بنات وولاد. لا يا اخويا ما اصل هي مش قصدها، ده كلام حريم. قالوا كلام حريم يبقى تبطلوا، احنا رجاله احنا نمنع الحريم من الكلام عشان ما يتخانقوش. حماتك المفروض حماتك اللي قاعده تسمع الكلام ده وتقول لها عيب عليكي لمي نفسك. والا بقى الوحاشه الاكتر ان الحما هي اللي بتقول كده. يا حبيبتي قولي لها ابنك ما شدتش حيله، انا جايه لكم من بيت ابويا، احنا مش بتقولي المرأة ما الا معون، المعون هو اللي شال ايه، شال البنات اللي ابنك حطها فيه، هنعمل لها ايه؟ الدين والعلم والابحاث وكل حاجه قالت ان موضوع خلفه الولد والبنت من الراجل بعد ربنا سبحانه وتعالى، بس معروف ان هو دينيا وعلميا من الراجل. اللي يقول غير كده يبقى بني ادم غبي وجاهل وما يعرفش دينه وما يعرفش في العلم كويس، يبقى ده انسان جاهل اصلا وش كده. تمام، الدين قال كده، هنيجي احنا احسن من الدين ونفتي؟ العلم قال كده، ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا آية في القرآن، وجعلنا من النطفة علقة ومن العلقة مضغة ومن المضغة عظاما، النطفة بتاعت الذكر. فأنت ما تجيش كجاهل وبجرة مش فاهم حاجة تقول لك الأصل من الست زي ما انتوا لما الواحدة بتيجي تغضب يقول لك ايه، أصل المرأة دي ما إلا معون. العلم أثبت إن السيدات كل اللي في جسمها ذكور. طب حتة إن الولد والبنت من الراجل هو اللي فيه ذكور وإناث، عشان كده ربنا خلى ماء الرجل يسبق ماء المرأة، فاهمين؟ فهي دي النقطة. ده علم ودين المفروض تقروا فيه وتفتوا فيه، يعني تقروا فيه وتفهموا فيه قبل ما تفتوا فيه. تمام، قبل ما تفتي اعرف انت بتتكلم في ايه بالظبط عشان ما تبانش حمار في القعده. تمام، فيا جماعه اللي يعايرك بولد وبنت، حماتك حماكي سلفك قول لهم ابنكم ما شدش حيله، المره الجايه يبقى يشد حيله. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما انتوا ايه اللي بتقولوه ده؟ انتوا مالكم جبنه واد ولا بت؟ انتوا مالكوش فيه، مش ليكوا. ده ايه الناس اللي بقت فظيعه دي؟ تاني حاجه، عندي بنتين واخت جوزي كل شويه تقولي هتجوزيهم امتى، خلي ليهم جنبك، انت هتبوري بناتك علشان، وتقول بناتك هيبوروا. واكتشفت ان لما حد يسالها على بنات اخوها تقول انا متكلمه عليهم، مع انها كانت فعلا كلمت اخوها وهو رافض لان ولادها مش كويسين، الفاظ وخناق مع عمهم وخالهم عارف. والبنات لما عمتهم قالت لهم قالوا لها لا طبعا كفايه اللي انت شايفاه معاهم يا عمتي. فبتعطل حال بناتي بكلامها ده ايه، وبتدي ولاد وايه، وابتدى ولادها يضايقوا البنات عندي. تمام، نقطه وحشه برضو، نقطه وحشه من اهل الاب، ان انا العمه عايزه اتجوز عيالي مثلا لبنات اخويا كلمته رفض، قال لي لا معلش اصل انت عيالك بيشتموكي، عيالك بيضربوكي، عيالك بيهنوكي، عيالك ما بيشتغلوش، عيالك وحشين، ما انا معايا البيت وهسكنهم في البيت معايا هيقعدوا مع عمتهم. ما هي المشكله مش في البيت، هي المشكله مش في البيت، مش مشكله ان انت معاكي بيت وهتاخدي بناتي تعيشيهم البيت، انت بقى هتجيبي لهم اوض النوم والانتريه والسفره وعفش بيتهم وتجهزي لهم شققهم وتشطبيها وتجوزيهم. هيصرفوا على عيالهم منين؟ حبيبتي حتى لو انت واخده الزوج عن حب وبتحبيه وبتموتي فيه، صدقيني المقوله اللي بتقول ان دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك دي حقيقيه. الست الحب اللي انت بتحبيه لجوزك ده هتكتشفي ان في حب اقوى منه، اسمه حب الضنا. لما تلاقي نفسك ما اخترتش لولادك اب جيد، انت هتبقي عايزه تولعي في نفسك. انا ما اخترتش لولادي اب كويس،
اب يخلي باله منهم، يصرف عليهم، يراعيهم، يقول لهم كلمه حلوه، يطبطب عليهم. لا، اخترت لهم اب غبي يضربهم، اب غبي يهينهم، اب غبي يقلل منهم، يخليهم جهله زيه، يقعد البنات من المدرسه بحجه ان هو عايز يجوزهم، يقعد الولد من المدرسه بحجه ان هو يروح يشتغل ويساعده، هو اصلا كأب مش عايز يشتغل وقاعد يشرب طول النهار ويعمل ويسوي والكلام ده كله. فهي دي النقطه، ان انت تختاري لولادك اب جيد. تمام؟ انت ما ينفعش ترمي بنتك لاي حد. انت يا بابا، يا انت البنوته اللي بتحب، اللي بتقف قصاد اهلها ان لازم اتجوز ده، ولو ما اتجوزتوش هموت نفسي وهعمل وهسوي. عايزه اقول لك ان انت هتندمي ندم عمرك لما ضناكي يبقى في ايدك كده عيان تعبان بيموت، البيل اللي انت مختاراه مش قادر يوديه المستشفى عشان ما معهوش فلوس، او يقول لك سيبيه يموت. لو مسكنا الدنيا دي كلها ودورنا على اقوى انواع الحب، هو حب الضنا، حب الام لاولادها. يمكن حب الاب مش قد حب الام لاولادها. تمام؟ حب البدايات نيله هيروح، حب المخطوبين هيروح، حب المتجوزين بيروح. مفيش حاجه اسمها حب اصلا يا جماعه في الليله دي كلها. في اللي احنا قلناه ده كله اسمه حاجه اسمها عشره. في حب بعد الجواز، اللي بيجي بعد الجواز ده اسمه حب عشره، ان انت عرفت الشخص اللي قدامك كويس ولا وحش، ان انت عرفتي ما اخلاقه، مبادئه، دينه، بيصلي ما بيصليش كويس، بيجي قدامك يا اختي من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، يعمل نفسه بيصلي ويعمل نفسه متدين ويعمل نفسه بيحب ربنا ويعمل نفسه بيحب الخير ويعمل نفسه مؤدب ومتربي، وفي الاخر خالص تبص تلاقيه بيشرب وما بيصليش. يعني في بنوته كانت بتشتكي، ايوه فكرتوني بالنقطه دي، بتقول لي انا جوزي ريحته بشعه، بيقعد بالاسبوع بالعشرة ايام ما بيستحماش، يروح شغله ويرجع معفن. قلت لها يبقى ما بيصليش طالما ريحته وحشه. تقول لي طبعا ما بيصليش. اولا في حاجه انا زمان كنت اسمع عنها، ستنا شيماء اخت النبي عليه الصلاه والسلام، يعني شيماء رضي الله عنها، كانت متجوزه كافر وما بيصليش وما بيعملش، فسابته وبعدت عنه وهجرته في الفراش. وسمعنا بعد كده ان الست لما جوزها يبقى ما بيصليش حرام عليها ان هي تعيش معاه. انا ما اقدرش افتي في النقطه دي هل هي حلال او حرام، بس في شيوخ قالوا لا ما ينفعش تعيش معاه وما ينفعش تخلف منه طالما هو كده. لان الفرق بيننا وبينهم ايه؟ الصلاه. الفرق ما بيننا وما بين الكفره والوحشين ايه؟ الصلاه، وهي اول حاجه هنتسال عليها لما ننزل القبر. في ناس تانية تقول لك لا انت ادعي له بالهدايه، لان في مجتمعنا ده مش هيسمح لك ان انت تطلقي من جوزك عشان ما بيصليش. في اوحش من كده ايه تاني؟ واحد ما بيصليش فاكيد وحش، فاكيد منيل ب60 نيله. فهي البنت كانت دايما تشتكي تقول لي ان هو ريحته وحشه، اقول لها طب قولي له بالراحه كده خش خد شاور، طب يلا نخش ناخد شاور مع بعض، طب مش عارف ايه، طب انا جايبه لك ديودرنت جديد، انا جايبه لك، تقول لي ما بيحطش ما بيستعملش وريحه رجليه معفنه وي وي وتعبت، وانا خلاص كرهته ومش طايقاه علشان ريحته. قلت لها عشان ريحته؟ اكيد طبعا ليكي حق، ليكي حق. واحده هتنام في حضن واحد هتقعد جنبيه ايديه رجليه بقه شكله كله وحش، محتاج منها ايه؟ انت ارمي نفسي في بلاعه واقول علشان ابقى انسانه كويسه وبنت حلال؟ ما هو لازم تخلي بالك من نفسك. فخلينا في النقطه بتاعت البنات اللي عمتهم عايزه تاخدهم غصب دي. شوفي حد كبير من العيله، عم تاني، خال تاني، يقف مثلا، يعني البناتك عمهم اخو عمتهم دي واخو ابوهم، يحاول يتكلم مع عمتهم يقول لها ابعدي ولادك عن البنات وسيبي، بطلي تقولي للناس ان انت اللي متكلمه عليهم وان انت اللي هتاخديهم لعيالك وتوقفي حال عيله اخوكي، كده عيب وما يصحش. تاني نقطه، ما جابش الموضوع نتيجه، روحي لاخوكي وانت اهلك انت يروحوا يتكلموا معاهم، يقولوا لهم طالما انت يا ابو البنات ما حلتش مع اختك انا هجيب خلانهم يحلوا، خلانهم يحلوا. جيبي اخوكي واهلك ويقولوا لهم ايه؟ دول بنات اختنا ما حدش له دعوه بيهم، لا دول بنات ابننا انتوا اللي مالكوش دعوه بيهم، هتبقى في مشكله، خلاص ابعدي بقى ولادك عنهم. تمام؟ حتى لو الظروف وصلت لان انت تاخدي بناتك وتعيشي بعيد عنهم في منطقه تانية، ما ينفعش تسيبي بناتك للعيال زي كده يبهدلوهم. انت مش، احنا مش عايزين في ايه، فاهمين؟ قطعيها خالص. هقطع صله الرحم في الموضوع ده، في النقطه دي اقطعي صله الرحم. تتقطع صله الرحم ولا اني ابهدل ضنايا؟ تتقطع صله الرحم حته صغننه ولا ان ربنا بكره بعده يحاسبني ان انا سبت عيالي الناس زي كده يبهدلوهم؟ تمام؟ فخلي بالكم من النقط دي يا جماعه، ربنا يا رب يسترها علينا وعلى ولايانا يا رب. تمام. في بنوته بتسالني بتقول لي بنتي عندها حاله تكيس على المبايض بسبب الاندومي والشيبسي وبتاخد علاج وبرضه
مش مبطله تاكله ومش قادره عليها. بصي بقى، عايزه اقول لكم ان النقطه دي في زميله لبنتي في الدرس عندها نفس الموال، والبنت فعلا برضو بتاكل الحاجات دي برضو مش مبطله، وكانت تعبانه جدا في مره، وفي الاخر خالص لما اهلها كشفوا عليها لقوا عندها تكيس موبايل، والدكتور قال لها بطلي تاكلي الحاجات دي، وبرضو بتاكل. مبدئيا كده احنا بنبقى غلطانين في بعض الحاجات لما بنبقاش واخدين بالنا منها. مبدئيا كده ان احنا بندي لاولادنا مصروف هم حرين يتحركوا فيه، اصل عشان ما نحرمهمش، اصل علشان مش عارف ايه، انا اجيب لك كل اللي انت عايزه في البيت وكله قصادي. طب ما انا قدام صحابي، خد معاك من البيت، خد معاك من البيت. يجي مثلا تعالى نشتري بيبسي ولا يا فلان من هناك، لا ما انا معايا العصير بتاعي اهو جايبه معايا، فاهمين؟ تعالى نجيب شيبسي، لا معايا انا حاجه دايت، بعمل دايت، اصل محافظه على اكلي هيلثي. انا عندي روان بنتي جايه بتقول لي ايه، يعني روان مغلباني في موضوع اللانش بوكس، بتروح بيه وترجع بيه، تروح بيه وترجع بيه، ترجع التفاح مسود، الجوافه مسوده، لو مقطعه لها مثلا خيار جنب سندوتشات الجبنه، الكلام ده كله بجد والله لو اللانش بوكس ده ما لحقناهوش احنا واكلناه بيترمي. فجت في يوم بتقول لي ايه يا ماما، انا عايزه اخد معايا في المدرسه اكل هيلثي. طفله وبتشوف وبتحب تقلد، قلت لها اكل هيلثي اللي هو ايه؟ قالت لي قطعي لي شرايح تفاح وقطعي لي خيار، وصاحبتي كانت جايبه سندوتشات بيض في توست اسمر واعمله لي بالتوستر. قلت لها حاضر عينيا، بس انت هتاكليه؟ قالت لي اه. قلت لها طب ما هو ده اللي بعمله لك يا روفان. قالت لي اعمله لي تاني. انتوا متخيلين الطفل بيلقط؟ يعني بصوا لو الحاجه اللي قدامه كويسه هيلقطها. ففعلا عملت لها، هو ناهيكوا عن ان هي ما اكلتش، بس ان هو ايه، حاولت تاكل، يعني اكلت مثلا ربع التفاحه، اكلت شريحتين 3 خيار، الساندوتش انا قسمته لها 4 قطع وعملته لها في التوستر فاكلت ربعه تمام. بس الطفل بيقلد. فانت دلوقتي اعملي لابنك او لبنتك علبه صغننه لانش بوكس فيها شرايح تفاح، شرايح خيار، شرايح حاجه، احنا بنعمل لاولادنا كده، اعملوا لاولادكم كده تمام. ازازه، في ازايز كانت طالعه ترند جدا الفتره اللي فاتت دي، بتقعد معاكي مثلا اسبوع 10 ايام وترميها وتجيبي واحده غيرها تانية، او ان انت تجيبي لهم اللي هو الكب بتاع ستانلي ده، عارفه اللي هو الكب اللي طالع جديد ابو شاليمو اللي من جوه ستانلي ستيل، يتغسل عادي ويتصب عادي ويتحافظ على حاجه سخنه، يحافظ على حاجه ساقعه، وهو داخل علينا الشتاء. امنعوا اولادكم من الحاجات دي بالتدريج. انا كاسماء ممنوع عندنا الحاجه الساقعه، البيبس ده منعا تاما من هم صغيرين، انا منعته عشان احافظ عليهم وعلى جسمهم، وخصوصا ان شيماء وهي صغيره عندي كانت تعبانه شويه، فاخدت دور حساسيه من حد كانت هتموت فيها. فالحمد لله ربنا كرمني بدكتور وقال لي لو عدى الموضوع كملت سنتين مش هيجي لها الدور ده تاني. فان شاء الله بقى في بنات قالت لي احكي لنا الموضوع ده، اسمع بعمل لكم فيديو خاص لوحده ان شاء الله باذن الله. فطبعا ومع دخول البرد كل اللي عندها عيال صغيره هتفهم النقطه دي، كل ما البرد يبرد اكتر كل ما العيال ما بتخفش. ليه بقى؟ البرد بيلسعهم يبقوا متدفيين، احنا مدفيينهم، احنا ملبسينهم زياده عن اللزوم، الكلام ده كله. فالشيبسي ممنوع، البيبسي ممنوع. الشيبسي بقى ايه مثلا يوم الخميس، علشان ايه؟ في بنات قالوا لي يا اسماء ما ينفعش تحرميهم خالص، تمام يبقى ايه؟ اللي هو دوق ولا مش عارفه ولا ايه، مش عارفه ما امثال كده، اقول لك شوق ولا تدوق، لا مش هي دي، اللي هو ايه اللي من النادر ووفي. فبقيت اللي هو مثلا يوم الخميس في السهره بتاعت الخميس اكتر فشار، اكتر فشار، حاجه مفيده جدا جدا، وممكن تطرقعيه من غير زيت ومن غير حاجات، وهي اصلا لنص كيلو الفشار ما بنحطش معلقتين زيت تمام. فكتري فشار براحتك وحطي لهم عليه بابريكا، توم بودره، بصل بودر، كل الحاجات دي هتخلي طعمه حلو جدا. فانت لما تكتري فشار هيقلوا من الحاجات الوحشه التانية. الفشار حلو جدا في خرمشته، بيملى معدتهم بيفرحوا بيه قوي. ومثلا كل واحد كيس شيبسي بس كده، وكيس شيبسي ايه مش من الكبير الضخم، هو ابو 7 ابو 10 خلاص على كده، ومره في الاسبوع وكفى الله المؤمنين شر القتال، علشان ما يبقوش محرومين زي ما انتم بتقولوا، في نفس الوقت ما يأذيهمش تمام. جسمهم يقعد الاسبوع اللي بعده يتخلص من كل الزيوت والمواد الصناعيه اللي كانت موجوده في الشيبسي، مع ان هو مضر وخطر، بس هنعمل ايه غصب عننا. عايزه اقول لكم جالي فتره انا منع الاندومي اصلا. طب يا ماما عايزين زي اصحابنا في السناتر، بيروحوا السناتر في مطبخ في السنتر، البنات بتجيب الكيس الاندومي وتحط الاندومي في كب ورق، انتوا متخيلين، وتحط عليه ميه سخنه بتغلي. على فكره الكوبايه اللي هي الكرتون دي خطر جدا لان فيها نسبه بلاستيك قويه، وياكلوا الاندومي كده ويقعدوا ياكلوا ويهيصوا. عايزين نعمل زيهم مش عارفه ايه، ممنوع. طب هاتي فلوس نجيب زيهم، ممنوع. خدي اللي انت عايزاه من البيت معاكي، اعمل لهم علبه صغننه كده ان شاء الله، علبه ثلاجه او علبه شكلها شيك، واعمل لهم عليها استيكرات وحط لهم فيها شرايح تفاح، شرايح خيار، اي حاجه، والشوكه صغننه بتاعه الفاكهه، وهم قاعدين ياكلوا منها. على الاقل قدام الناس وقدام الدنيا هيبان ان هم ناس فاهمه، ناس مثقفه، ناس واعيه فوق ده كله، وقبل ده كله صحتهم هتبقى احسن واقوى، وهيفهموا هم داخلين يعملوا ايه في الدرس. لكن كوبايه الاندومي اللي مليانه دهون ومليانه اطعمه ومليانه ملح الصيني اللي كل الدراسات قالت انه خطر على المخ وخطر على البنات في الخلفه والكلام ده كله، هو عامل لهم تكيسات مبايض.
طب انا اعمل ايه يا اسماء؟ اتصرف معاها ازاي؟ مش قادره. اولا المصروف يتمنع، انت ما بتسمعيش الكلام، قلنا لك ده غلط وقلنا لك ده ما ينفعش وانت تعبانه، احنا هنصرف مصاريف عند الدكاتره ونديك عشان تبوظيها من الناحيه التانيه. لا، ممنوع المصاريف تمنع باتا، ممنوع ان انت تاخدي مصروف وتجيبي الحاجات دي بره. طب انا كده قدام صحابي مش عارف ايه، خدي معاكي من البيت، احنا هنعمل لك عصير هنا هون والفاكهه هنا هون والحاجه هنا هون، وخديها معاكي في لانش بوكس، خديها معاكي في ازازه بتاعتك، وانا هجيب لك يا ستي، انا هكلف نفسي واجيب لك كب ستانلي ابو 500 جنيه دون، خدي فيه مشروبات سخنه، الشتاء جاي خدي فيه مشروبات بارده زي ما يحبك. ممنوع بيبسي بره، ممنوع مشروبات بره، ممنوع شيبسي، ممنوع اندومي، ممنوع الحاجات دي كلها. عايزه شيبسي نقطع ونعمل هنا في البيت براحتنا وهيطلع حلو جدا زي بره. انا لما كانوا ولادي صغيرين وكانوا بيبقوا عايزين شيبسي، جبت المكنه بتاعت الشيبسي دي. عايزه اقول لكم ان انا يوم ما جبتها انا ما كانش معايا حقها بجد والله العظيم. عماله اقول انا نفسي اجيبها. طب انا هحوش ازاي؟ عارفين لو مش الحاجات دي، مش من الحاجات اللي انا بقعد قدام جوزي مثلا انا عايزه دي وانا مش عارف ايه والكلام ده كله. ففضلت احوش في ثمنها، احوش في ثمنها، وبرده مش عارفه اكملها، لان كان ثمنها وقتها كانت حوالي 250 جنيه. ايام ال 250 جنيه ما كانوا 250 جنيه، ايام ما زوجي مثلا كان بيشتغل ب 800 جنيه. تمام، اللي هي المكنه اللي بتعمل كده دي. ف كان زمان مثلا الشخص اللي بياخد 800 جنيه في الشهر ده باشا، ده برنس. فان انت تشتري بقى بتاع 200، انا كنت هشتري شقه في اسكندريه كان قسطها كل شهر 250 جنيه، انتوا متخيلين؟ فمن هنا لهنا فضل معايا تقريبا، كان معايا 150 جنيه حوشتهم بقى من الخنصره والكلام ده كله. وهو بيبقى عارف عادي ان انا بخنصر، واوقات بيجي يسالني يقول لي معكيش 5 جنيه فكه، 10 جنيه فكه. فالمهم كنت نازله السوق مع ماما في مره فشفناها، فماما بقول لها الله يا ماما ده انا كنت عايزه دي قوي. فبتقول لي طب خلاص شوفيها ايه دي. قلت لها دي ماكينه الشيبس اللي بتعمل كده وبتعمل شرايح بتعمل الحاجات دي. قالت لي كانت لسه بقى وقتها طالعه ترند وحلوه قوي. كان يوم يعني الماكينه بتاعت الشيبس دي كانت بتبقى في المطاعم كبيره ومعدن، يوم ما عملوها بلاستيك كانت عظمه للستات في البيوت. فقلت لها انا لازم اجيبها، عيالي طول النهار يشوفوا مثلا حد بيجيب شيبسي احنا عايزين زيه، فانا احاول اعمل لهم في البيت ما بيبقاش احلى حاجه، فلا انا لازم اجيبها. كانوا عندي ايمان وشيماء ساعتها. فوقفت كده وفضلت اتكلم مع الراجل، اول ما اتكلم قال لي ب 200 جنيه. ماما راحت ربنا يبارك لي فيها يا رب ويحفظها لي، فضلت تفاصل معاه انتوا متخيلين؟ خدتها ب 75 جنيه مش فاكره، او 125 جنيه مش متذكره قوي، بس اتبقى معايا فلوس من ال 150 اللي انا كنت محوشاهم، وجبت بيهم بطاطس كتيره قوي وانا مروحه وعملت لهم شيبسي وهيصتهم. والمكنه بتعمل شرايح، المكنه دي الى الان ما زالت عايشه معايا، يعني كان شوفوا من ايام عمر ايمان وشيماء. فانت اللي بتكسلي تعملي لاولادك فبتخليهم يلجأوا للحل الاسهل. تمام. انت بتكسلي تعملي لهم عصير، انت بتكسلي تعملي، لا انت روحي اشتري لهم كب ستانلي الستانلس من جوه ده. انا كنت جايبه للبنات عندي برضو، بس كان زمان البلاستيك بتاعه من بره خفيف. انا عندي 2 دلوقتي، عندي كان بيد كده شبه الكوبايه طويله وليها غطا. كانت كارثتي بس معاه ان الغطا كان بلاستيك، كانوا بيحطوا بقهم يشربوا من الغطا، فالحاجه السخنه تيجي عند الغطا، فالبلاستيكات والحاجات دي غلط. انا رميت طقم الميلامين بتاعي لانه خطر. يا جماعه فكروا في اللي صح لاولادكم واللي خطر عليهم واعملوه، لانه هيدعوا لكم بعد كده. صدقيني انت بتمنعيها النهارده علشان التكيس اللي عندها، بكره وبعده هتدعي لك تقول الله يرحمك يا امي لو انت عايشه، او الله يخليكي ليا يا امي لو انت الله يرحمك لو ميته، والله يخليكي ليا يا امي لو انت عايشه. منعتيني وضربتيني علشان مصلحتي، عشان ابقى امسكيها كلميها بالراحه. انت مش عايزه تبقي بكره بعد كل صحابك يبقوا مخلفين، ودي تقول لها يا ماما ودي تقول لها يا ماما وانت لا. ناهيكي عن الالم والوجع اللي انت هتحسي بيه. ليه عايزه اقول لكم ان شباب بنتي بتقولي يا ماما ما قاعده مع اصحابنا والبنات بيتكلموا معاها بيقولها يا بنتي انت مش تعبانه، يا بنتي حرام عليكي نفسك، يا بنتي ليه كده؟ فهم راح بتبص لهم تقول لها انت حبيبتي يا شوشو عشان انت قاعده ساكته. قالت لها انا ساكته عشان الحمار مهما اتكلم فيه عمره ما هيتعلم. راح قعدوا يضحكوا، فبتقول لهم سيبوها يا جماعه، انتوا تعبين نفسكم معاها ليه؟ هي اللي هتشيل النيله على دماغها، هي اللي مش هتعرف تخلف بكره وبعده، هي اللي هتفضل تتوجع، هي اللي هتفضل بطنها وجعاها، هي اللي مش اللي هتقعد تتخن تبقى زي البرميل مش هتقدر تقوم بسبب التكيسات بتاعه المبايض. اللي يشيل قلبه مخرومه تخر على دماغه. ماما بتقول لي كده، فانت شايله قلبه مخرومه وعماله تخر على دماغك وانت مش واخده بالك. سيبيكي بقى لما تبصي تلاقي نفسك في الطين. بتقول لي ولقيتهم قعدوا يضحكوا، الحمار بتقعد تتعلم فيه ما بيتعلمش، دي مهما قلت لها مش هتتعلم. فبتقول لي ماما حسيت فعلا ان ضميرها وجعها. فجيت بعد كده على جنب قلت لها انا اسفه ان انا قلت لك كده، بس كان لازم اقول لك كده عشان مصلحتك. انا واحده بتحبك وخايفه على مصلحتك، مع ان شيماء بنتي اصلا مش اجتماعيه، ملهاش في الصحوبيه وملهاش ان دي صاحبتي وصاحب دي وصاحب دي واتكلم مع دي. لا شيماء خالص مش اجتماعيه. بس بتقول لي حسيت يا ماما ان انا عايزه انصحها. انت هتستمتعي دلوقتي بكيس الشيبسي، بس هترجعي تعيطي من بطنك وتتعبي بكره وبعده، تعيطي من انك مش عارفه تبقي زي الستات، مش عارفه تشوفي شغلك، مش عارفه تشوفي تعليمك. فبتقول لها استمتعي دلوقتي، استمتعي وبكره اضربي نفسك بالجزمه. فبتقول لي انا حسيت ان انت يا ماما فبقول لها يعني تقولي حسيت ان انا بقيت زي امي وعماله
اقول للناس نصايح. قلت لها ما هي الام كده، انتوا امهات المستقبل. تقولي لا انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه اخلف، مش عايزه، مش عارفه ايه. قلت لها قولي زي ما تقولي، ما تخلفيش، ما تعمليش، بس افرضي ربنا كرمك وبقيتي مدرسه، هتبقى ام للطلاب بتوعك. قالت لي ايوه صح. قلت لها طيب هي البني ادم الانثى جواها ام طبيعي، فان انت تحرمي نفسك من ده كله؟ يا ريت البنوته تسمع مني الكلام ده كله. افرحي بملذة اكل الشيبسي، افرحي بملذة ان انت تاكلي اندومي، افرحي بالاستمتاع والدوبامين اللي بيضرب في جسمك من السعادة بالاكل. لكن بكره وبعده فعلا مش هتعرفي تقومي من مكانك. تكيسات المبايض ربنا ما يوري حد يا رب، يعني انا ما حسيتش الحمد لله، بس كنت اسمع ان الناس اللي عندها تكيسات مبايض بتموت من الالم، بتموت من الالم، انتم متخيلين؟ فربنا يا رب يكفينا واياكم الشر يا رب، ويبعد عننا الحاجات الوحشه دي. اخر حاجه كان لازم اتكلم فيها برضو، بنوته بتقولي ان بنتها مش فاكره كام سنه، استنوا، 17 سنه، بنتها عندها 17 سنه والبيريود ما جاتلهاش خالص ولا مره، ومكسوفه ان هي تروح تكشف عليها، وبتقول لي اكشف عليها امتى؟ عايزه اقول لك ان انت لازم تروحي تكشفي عليها دلوقتي. البنات عندك فتره البلوغ وفتره نزول الحيض على البنوته من 9 سنين لحد 16 سنه. بعد 16 سنه مفيش دوره نزلت، مفيش بيريود بتيجي للبنت، مفيش اي حاجه تدل على ان هي كامله مكتمله، وبتقولي عندها مغص، لازم تروحي تكشفي عليها. تمام؟ يعني احنا نكشف على البنات بعد ال 17 يا جماعه، البنت كملت 17 سنه ما جالهاش بيريود نبتدي ان احنا نقلق. تمام؟ معاكي لحد المفروض 19، بس لا، المفروض 17 سنه البيريود ما جاتش تكشفي على البنت، ما تصبريش عليها، وخصوصا لو هي بتقولك ان انا بطني وجعاني. تمام؟ دلوقتي البنت من 9 سنين ل 17 سنه، تمام، ل 16 سنه، ده الوقت اللي المفروض ان هي تحصل فيه وعلى حسب جسمها. تمام؟ وكنت اسمع دايما الجمله دي، يقول لك البنت طالعه لعمتها، يعني عمتها جات لها البيريود مثلا وهي في 5 ابتدائي، البنت هتجي لها كده. اكتشفت الموضوع ده ان هو حقيقي فعلا. يعني انا لما كنت بتكلم مع اخوات زوجي والكلام ده كله بنتكلم، وعرفت زمان الوقت اللي هو جالهم فيه، فانا بقيت مركزه في النقطه دي، قلت هشوفها حقيقيه ولا لا، فاكتشفت فعلا ان بناتي طلعوا لعمتهم. تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا، انا مش عارفه ليه بس بجد هي نفعت معايا، يعني جت معايا كده، يعني انا لقيت فعلا الموضوع صح. فانت دلوقتي البنت على حسب جسمها وعلى حسب دنيتها، وفي نفس الوقت انا حسيت ان الموضوع مش حسب الجسم برضو. نفس الوقت اللي كانت فيه ايمان، كانت فيه شيماء، وشيماء جسمها غير جسم ايمان، ايمان سفيفه، شيماء مدبلكه. فعارفين اللي هو هما الاثنين نفس الوقت اللي انا عرفته ان هو هيجي لهم فيه، بقيت قاعده كلمتهم فهمتهم وعيتهم وقلت لهم كل حاجه، وفعلا زي ما انا كنت حاسبه وزي ما اتقال لي. فخلي بالكم من النقطه دي. طب انا هروح للدكتوره هكشف على ايه؟ روحي للدكتوره عشان بنتك ما تقلقش، روحي للدكتوره قولها عندها 16 سنه وحابه، او انت بتقولي 17، قولها عندها 17 سنه وفي مغص والبيريود ما نزلتش. طب ايه السبب اللي ممكن يا اسماء ما ينزلش؟ بصوا يا جماعه، ربنا خلق البنت بغشاء بقره، غشاء البقره ده مش مقفول تماما، مش مقفول تماما. انا حضرت ندوه مع دكتوره نسا وتوليد، تمام، وكانت استشاريه وكمان دكتوره في جامعه مش فاكره جامعه ايه بره، شرحت الموضوع ده قبل ما البنات يكبروا. كنت حضرت الندوه دي معاها، وفي ندوات كتير على النت على فكره ممكن تدفعوا، في ندوات بفلوس وفي ندوات ببلاش، فانت حضروا الندوات دي، هتخليه عيل اقري عن الموضوع، هتجيبي بنت اقري لما بتكبر، هتتجوزي اقري عن الجواز. يا جماعه اقروا كتير، اقروا بجد والله، بلاش تبقوا قاعدين سايبين الامور هي اللي تمشيكم. فالدكتوره دي شرحتها لنا ازاي، قالت لك ان البنت لما بتتولد بغشاء بقره، بس مش مقفول تماما زي كده. غشاء البقرة بيبقى فيه خرام صغنطوطة جدا جدا جدا، الخرام دي بتسمح بدم الدورة ان هو ينزل، والافرازات اللي في الرحم الوحشة ان هي تنزل. تمام؟ فلو في بنت لا قدر الله عندها غشاء البقرة ده مقفول تماما، الدورة ما بتنزلش، الدورة بتروح فين؟ بتتحبس في الجسم، بتتحبس في جسم البنوتة، فتلاقي البنوتة جالها تكيسات على المبايض، مغص شديد، الدوره دي ما هي الا دم فاسد في جسم البنوته، فلازم يخرج. فانت غشاء البقره مقفول، انت هتروحي للدكتوره، الدكتوره لو لقت ان ده عرضي، تمام، وهيعدي الموضوع بالسهل وهي شويه بس وهتنزل لها والكلام ده كله، هتديها ادويه، اوكي. لقيته مرضي فهي لازم تديها حاجات وتشوف المرضي دون جاي لها من ايه. يعني انت دلوقتي غشاء البقره، طب هي اسمها هي تكشف، للاسف الشديد لو هي بعد ما كشفت عليها وعملت الفحوصات ولقت الموضوع لا هو مثلا مرضي او حاجه، او جسمها في حاجه تمنع بده كله ان فعلا الدوره محبوسه، لازم تكشف عليها نسا. فلو كشفت نسا ولقت الموضوع ان الموضوع مقفول، للاسف الشديد الدكاتره بتقول ان هم بيجوا في غشاء البقره وبيعملوا زي ايه، شرطه صغنطوطه شرطه صغنطوطه شرطه صغنطوطه شرطه صغنطوطه، علشان يسمح بدم البيريود ان هو ينزل. تمام؟ علشان دي سموم جوه جسم البنت وبتموت. كنت قريت قبل كده عن موضوع
اكيد كلكم تعرفوه ان اب وام بنتهم قعدت سنين كده برضو البيريود ما بتجيلهاش، بطنها ابتدت تنتفخ، بطنها ابتدت تورم، ابتدت البنت تتعب، راحوا بيها للدكتور، الدكتور قال لك ده في دم كتير محبوس جوه الجسم وفي تكيسات على المبايض رهيبه، وكشفوا عليها نسا فلقوا ان البنت الغشاء البكاره بتاعها مقفول تماما، فقال لك لا احنا هنفتح لها خرمين 3 في الموضوع. ازاي وانا بنتي تبقى مش بنتي؟ يا عم هتفضل بنت زي ما هي، بس احنا هنعمل شق صغير يسرب كل الدم ده. لا انا بنتي تموت وهي بنت بنوت، ما تموتش وانت فاتحها، وما تموتش وانت عامل، وما تموتش وانت مسوي، وما تموتش وانت هتفتح ايه يا باشا تحط. يا جماعه هي خرام صغننه بتتعمل كده، تمام. في اساسا بنات بتتولد من غير، شوفوا الضلمه حتى الفلاش قطع، من غير غشاء بكاره، تمام. ده ما بيثبتش يعني، انا مش عايزه ادخل في تفاصيل كتيره، بس هو لا لازم يتعمل الموضوع ده. البنت اللي انا قريت عليها الموضوع ده وطلعت ترند على فكره في فتره من الفترات، ان البنت ماتت لما باباها رفض ان هي يعملوا لها ثقوب صغننه علشان تنزل دم بالدوره. قال لك لا انا بنتي تموت وتروح لربنا وهي بنت بنوت، ولا انك رشد يا دكاتره تعملوا كده. فالبنت بالفعل ماتت، تمام. وكانت ضجه جامده جدا على السوشيال ميديا وقتها، ده من سنين طويله الموضوع ده كله. ففعلا في بنات بتتولد بغشاء بكاره مقفول تماما، ما بينزلش وما بيسربش الدم البريود. وفي بنات بيبقى عرضي او نفسي، هي عندها ستريس زياده، عندها يعني مثلا زي بتوع الثانويه العامه والضغوطات والكلام ده كله. انا افتكر نفسي ان انا وانا كنت في ثالثه ثانوي قعدت بتاع 5 شهور ما بتجيليش، لدرجه ان ماما خافت وكانت رايحه تكشف عليا وخلاص ومش عارف ايه. وفجاه سبحان الله بعد ما خلصت قالت لي خلصت امتحانات واديكي تكشفي. انا خلصت امتحانات من هنا، انا راجعه من الامتحان نزلت. عارفين اللي هو متخيلين الضغط النفسي ممكن يعمل ايه في البنات؟ فماما لما قعد ايه ده، طب ايه اللي حصل؟ انا مش عارفه. وكانت فظيعه يوميها، فبقول انا تعبانه وبطني وجعاني وظهري وجعني ومش قادره، وكنت تعبانه جدا. فساعتها ماما قالت لي بقى من الضغط اللي كان عليكي من الامتحان، وان انت كنت خايفه وان انت كنت قلقانه والكلام ده كله، فممكن يكون قلق وتوتر من بنتك. بس هي انت بتقولي ما نزلتش خالص، لا دي تكشفي عليها، اكشفي عليها عشان انا ما عنديش افاده اقدر افيدك بيها، بس انا قلت لك كل الحاجات اللي انا اعرفها. يا جماعه اللي بيشتري قط بيقعد يقرا علشان يعرف هو هيعلمه ازاي، ويسال هاكله ازاي، ويسال هعلمه الحمام والتواليت ازاي. فتخيلوا ما بالكم لما نجيب عيل. اقري عن الولد، اقري عن البنت، الكلام ده كله. انا الفتره دي كلها ماشي، انا ربنا كرمني ببنتين في الاول فعرفت مواضيع البنات، دلوقتي ماشيه في مواضيع الولاد. يعني انا عندي سيف 11 سنه داخل طبعا في مرحله كمان شويه البلوغ بقى، وان هو يبقى ولد ويكبر والشنب ومش عارفه ايه. انا مش عارفه حاجه، فبحاول اقرا، فبحاول الم معلومات من هنا ومن هنا. وفي دكاتره بتتكلم عن الموضوع دون، في دكتوره على الانستجرام كانت بتتكلم عن الموضوع ده بطريقه حلوه جدا، فلو عرفت انا نسيت اسمها، لو لقيت لكم صفحتها او اللينك بتاعها بقول لكم، تمام. ما تضيعيش وقتك على النت وعلى السوشيال ميديا في انك تضيعيه في اي حاجه هبله، ضيعيه في انك تسعيه وتقري في حاجات تفيدك انت وولادك، تمام. اسمعوا من ده واسمعوا من ده، لمي معلومه من ده ولمي معلومه من ده، وامسكي المعلومات دي كلها اضربيها في خلاط وحطيها في مخك، وبعد كده اللي مش عاجبك ارميه واللي عاجبك خليه. يا رب الفيديو النهارده يكون افاد حد، ولو عندكم اي معلومه سمعتوا في الفيديو حاجه قولوا رايكم بجد تحت ونفيد بعضينا. باي. به من سين.